قد روى الدارمي في كتابه المسند من حديث عبد الله، في كتابه السنن من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: كيف بكم إذا ألبستم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويعمل فيها بغير السنة حتى إذا تركت قالوا تركت السنة. قالوا: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثر أمراؤكم وقل فقهاؤكم وكثر قراؤكم وابتغيت الدنيا بعمل الآخرة. يعني اتخذت الآخرة جسرا لتوصل إلى الدنيا، وهذا لا شك أنه من الأمور الخطيرة وسبب ظهور الفتن، سبب اختلاط كثير من الآراء، سبب أن كثير من الناس يطوع بعض آراءه لتسويلات أو رغبات على أرضية من المال لا نراها، على أرضية من المال، على أرضية من المطمع لا نراها. نريد علماء يقولون: لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي ما تركت الأمر الذي أنا عليه. هذا الأمر لا يمكن أن يكون إلا من شخص متجرد لله سبحانه وتعالى، بعيد عن جانب المادة، عن جانب العطاء، عن جانب المساومة. هذا الأمر لا شك أنه أمر بسيط وطوي بساطه، الله لله عز وجل ورثه، وهذا الأمر نسبي، لكن ينبغي أن